دون رد في المباراة التي جرت في ماليزيا، مبقيا على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود المباشر. على ظهورهم حملوا عبء الإبقاء على حظوظ منتخبهم في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى مونديال روسيا 2018. نسور قاسيون واجهوا أوزبكستان في مباراة لم تكن تحتمل غير الفوز في منافسة بدأت الدخول نحو منعرجاتها الأخيرة. أولى طلعات المباراة الهجومية كانت من نصيب المنتخب الأوزبكي بكرة ذهبت بعيدا عن المرمى. النسور بدورها بدأت التحليق قريبا من مرمى الضيوف. كرة مؤيد العجان وجدت حارس المرمى الذي تصدى لها. أما كرة محمود المواس فتلقفتها الرؤوس، لكن مصيرها لم يكن أفضل من سابقتها. الشوط الثاني كان قريب الملامح والشبه من سابقه، هجمة من هنا وأخرى هناك بحثا عن تغيير لوحة النتيجة دون طائل. الحدث البارز في المباراة تأخر حتى الدقيقة 85 عندما زج المدرب أيمن الحكيم بلاعبه فراس الخطيب. نجم المنتخب السوري الذي غاب عن تشكيلة النسور منذ 2011 كان في الموعد ونجح في صناعة الحدث عندما تحصل على ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من المباراة. عمر خريبين تولى تنفيذ الركلة على طريقة الكبار، مسجلا هدفا منح النسور 3 نقاط ثمينة، معلنا عن تواصل الحلم السوري نحو مونديال 2018. كابتن رائد، يعني سوريا اليوم أبرز المستفيدين في المجموعة الأولى رغم كل الظروف المحيطة بالمنتخب السوري. ما السر في هذا التألق السوري؟ والله شوف، دائما الصعاب تصنع المستحيل، فاعتقد يرفع القبعه والاحترام للمنتخب السوري ما قدمه من ناحيه، ليس نقول فقط فدائيه، لا، هناك في كره قدم واضحه بالنسبه للمنتخب السعودي، فرض شخصيته على المنتخب الاوزبكي. شفنا اقرب للانتصار، شفنا انه واثق انه ياخذ هذا الانتصار، خاصه قلنا استفاد من الاحتكاكات السابقه مع المنتخب الياباني، كان احرج المنتخب الياباني في ما قبل حتى في ارض اليابان، فاخذ الشخصيه الواضحه، والشخصيه هذه شفناها في انعكاس اخر الوقت لما يدخل لاعب خبره مثل فراس الخطيب، فعلا عطى ايجابيه. محمود المواس، لاعب مثل عمر خريبين سجل في الدقيقه 90 بهذه الثقه، فهذه اعتقد كلها انعكاسات ايجابيه بالنسبه للمنتخب السوري. فاتمنى صراحه استمرار المنتخب السوري على هذا الثقل في اسيا، ما قدمه صراحه يحترم ويحترم بشكل كبير. واتمنى مدرب محلي يلعب خارج ارضه، كل هذا كل الظروف سلبيه، ترى شوف كل الظروف سلبيه بالنسبه للمنتخب، لكن دائما الظروف السلبيه دائما ما تولد كثير من الامور. فاعتقد ان هذا الفريق يستحق ان اقلها ان يكون احد المنافسين على البطاقات، ونتمنى له صراحه التوفيق. وفي ذات المجموعة مني المنتخب القطري بالخسارة على أرضه أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد، يبتعد العنابي